السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في الحلقة الثالثة من الجزء الثاني من مسلسل المعلم ودي مع المعلم ودي. طبعا الحلقة النهاردة بإذن الله هتدور على اللي اسمه ده ما يقولوا الشرع مين والناس نايمين، على أحمد الشرع. أنا دلوقتي بيتنطط وميسئ لبعض الدول يا معلم. أيوة يا دي يا معلم، انت قول له انت خدت كم مليار عشان تتم عملية احتلال الجبل، احتلال جبل الشيخ اللي هو في سوريا. قول له اخدت كم لما الكيان الصهيوني بيغيب ويطلع وياخد غارات جوية في الأراضي السورية. قول له يا أحمد يا شر، أخدت كم عشان تفككوا الجيش السوري؟ قول له يا معلم، قول له يا أحمد يا شر، الدولة الكبيرة اللي هي العظيمة أم الدنيا جمهورية مصر العربية، قول له يا أحمد يا شر، ساعة ما تمت عملية تفكيك الجيش السوري ويعني إخواتنا السوريين ما هنسوقش ليهم، لجأوا لأم الدنيا. أم الدنيا يا أحمد يا شر عملتهم زي أبناء الوطن. ما كانش في فرق يا أحمد يا شر بين مصري وسوري. ربنا يعلم يا أحمد يا شر إن جمهورية مصر العربية الدولة القوية العظيمة الحديثة بالتكنولوجيا وبكل الإمكانيات في هذا العصر الحديث يا أحمد الشر. المعلومة دي بوصلها لك وأرجو كل الناس تسمع الحلقة دي. الحلقة دي دايرة عن أحمد الشرع اللي مخبط في بعض من الدول العربية، اللي لولا الدول العربية دي اللي مش عارف يقول. قبل ما تتكلم يا أحمد يا شر لازم تعرف حاجة واحدة بس يا أحمد يا شر. قبل ما تقول الكلام تعرف رايح فين وجاي من فين يا أحمد يا شر، عشان يا حبيبي إن لولا الدول دي اللي أنت بتهبط بكلامك زي العيال الصغيرة، ها، ما كانش بقالك هذا ولا كانت سوريا قعدت أصلا في الشرق الأوسط. خلي بالك يا أحمد يا شر، وخلي بالك مصر أم الدنيا. بدل ما أنت طالع يا أحمد يا شرع تتكلم ومش عارف انت بتقول ايه يا احمد يا شرع، زي العيل الصغير اللي يكون بيعيط على لعبه كده ومش طايلها ولا عارف يجيبها يا احمد يا شرع. عايزك تعمل حاجه واحده بس، تفكر ازاي يا احمد يا شرع تطلع الاسرائيليين من جبل الشيخ. لو انت استطعت يا احمد يا شرع تعمل انك انت تطلع الكيان الصهيوني من الأراضي السورية اللي تم احتلالها، تبقى أنت ابن الدولة السورية يا أحمد يشار. غير كده يا أحمد يشار تبقى أنت مأجور. الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ادالك كم من المليارات يا أحمد يشار عشان تحكم دولة سوريا، وعشان تساعد في مناطق عدة يتم احتلالها في الأراضي السورية من قبل الإسرائيليين يا أحمد يشار. يا ديب يا معلم اغسل فيها يا معلم، ده انا اغسلهولك غسيل ومكوى يا معلم، عشان بعد كده اما يطلع على السوشيال ميديا يتكلم في مؤتمر ولا اي حاجة يعرف ما يقول ايه.
يا أحمد الشر، أنت عارف دولة جمهورية مصر العربية العظيمة والقوية بجيشها ورئاستها؟ أنت عارف يا أحمد الشر؟ وكذلك الأمر دولة الأردن الشقيقة، كذلك الأمر، ودولة العراق يا أحمد الشر، كل الدول الكبيرة العظيمة. أنت عارف يا أحمد الشر مشكلتك إيه؟ مشكلته إيه يا معلم؟ مشكلته إنه خايب، ما بيعرفش بيقول إيه، إن هو ماشي على جنته. مين اللي كتب لك الخطبة دي يا أحمد الشر؟ قول لي فهمني يا أحمد الشر، أنا المعلم هادي أحمد الشر، فهمني. أنا يا معلم، أنا وأنا أدي قلت لي، وأنا قلت أطلع يقول الكلمتين دول في المؤتمر. طب الظبط يا أحمد الشر من اظبطك. ما أنت عارف يا أحمد الشر، لو بعت لك الجيب ابعتنا يا معلم واجيبهولك في شوان يا معلم. اهدى دي بهدى دي، هو كده كده هيتظبط مع عمله الوقت. ما بعد عنك، قال لك اللي محروق حاجة ومش طايلها، ولا مش قادر، زي ما بيقول لك انا مش لاقي دخلة عشان اتدرى فيه، فانا احاول اشوه فيه. فانت يا احمد يا احمد يا شرع، خلي بالك، انت مش لاقي حد تتدرى فيه يا احمد يا شرع. ومصر عمرها ما هتضري ارهاب ولا تدعم ارهاب يا احمد يا شرع، وانت تبع الارهاب يا احمد يا شرع، خلي بالك. فما تخبطش، ما تخبطش في اسيادك. فاهم يا احمد يا شرع؟ الرسالة دي انا موجهها لك، المعلم على جبل الصعيد، والمعلم والديب كذلك الامر، انا موجهها لك يا احمد يا شرع. ما تخبطش في اسيادك، روح العب بعيد يا بابا، روح طلع طلع المناطق، طلع الكيان الصهيوني من المناطق التي تمت احتلالها من قبل الإسرائيليين. وبعد كده يا أحمد يشار اطلع اتكلم يا أحمد يشار، عملت إيه في سوريا يا أحمد يشار؟ سوريا يا أحمد يشار تم احتلال جزء من أراضيها، وتم تدبير المعدات العسكرية يا أحمد يشار من الكيان الصهيوني. جات لك النخوة والمرجلة يا أحمد يشار إنك أنت ترد على الكيان الصهيوني؟ لم نسمع في يوم من الأيام أن لما دعمتك الولايات المتحدة الأمريكية وبعض من الدول التي لا تريد الجيش السوري يكون متماسك، وتمت عملية تفكيك الجيش السوري وزراعتك لدولة سوريا يا أحمد يا شر، وزراعتك بعد عملية تفكيك الجيش السوري وسقاط حكم بشار الأسد. هل هي، لما نقول يا أحمد يا شر، هل هي كانت إسرائيل تستطيع في حكم بشار الأسد، كانت تستطيع تقصف في الأراضي السورية يا أحمد يا شر؟ يا معلم ده عيل هم جايبينه بالفلوس يا دي، ما يطلعش يخبط في أسياده ما يطلعش يخبط فيهم. قبل ما يطلع يتكلم يا دي بيعرف هيقول ايه. ولا هي الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني اديله كم ريال وقالوا له، كتبوا له الورق يا دي أحمد الشرعي، ده انت يا ده انت جاي على النوت. الحلقة خلصت يا معلم. انتظرونا في حلقة قادمة مع المسلسل المعلم والجيب، وانتظرونا في الحلقة الرابعة. وتحيا جمهورية مصر العربية والجيش.